اهلا بيكم اعزائي مشاهدي قناه الملتقى العربي وبرنامج شارع النجوم. هيكون ضيفة حلقتنا اليوم المطربه اسيا. ابقوا معنا. إذاعة التلفزيون العلاقات العامة الصحافة الإعلام الإلكتروني يجتمعون فيه. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع نجمة حلقتنا المطربة اسيا. منورة نجمة مصر. موجود حضرتك والله. منورة قناة الملتقى العربي وبرنامج شارع النجوم. والله ده شرف ليا ان انا اكون في برنامج حضرتك وقناة ملتقى العرب، يعني متميزة طبعا يعني. ربنا يخليكي، متميزة بوجودك طبعا. ميرسي. لو حابين نعرف جمهورك من المطربة اسيا. المطربة اسيا بنت بدوية عادية جدا، نشأت في ارياف بدوية، نشأت على القرآن ووالدها محفظ قرآن، بس هي لقت الموهبة في الطرب والغنى، من القرآن للطرب، هي الاستغراب هنا، ولكن الفن ده شيء جميل. فحلم قدامي ان انا ابقى فنانة كبيرة، وبإذن الله هبقى ورا لغاية ما احققه. ربنا يوفقك يا رب. ما دام في اصرار ان شاء الله توصل باذن الله. ان شاء الله. لو حبينا نسال المطربة اسيا، اول ما اكتشف موهبتك. كنت وانا في المدرسة صغيرة في اعياد الام والحفلات وكده، من وانا عندي يعني من تانية ابتدائي تالتة ابتدائي، كنت دايما كل حفلة بغني فيها للام. من هنا بقى الاساتذة بتوعي كان دايما يقولوا صوتها جميل صوتها جميل. الفكرة بقى مسكت من وانا صغيرة لغاية الان، وانا مقتنعة بنفسي ان انا بغني كويس او عندي موهبة. فاي حد بدأ كل ما يسمعني يقول لي انت هتبقي حاجة كويسة، هتبقي نجمة، هتبقي. ففضلت ان انا اشتغل على نفسي من قريب، مش من زمان يعني، لغايه ما انمي الموهبه دي، واللي ربنا عايزه يكون. بس طبعا هو اللي بيكون بدايته ان هو مثلا بيتعلم القران، بقى اصلا قواعد اللغه عنده تبقى مميزه، صح ولا لا؟ اكيد طبعا. طب بالنسبه للمطربه اسيا، كنت بتحبي تدندني لمين بقى وانت صغيره كده؟ الناس قدام الجمال. والله وانا صغيره قوي، لما كنت بحب ادندن كنت بتغنى بالقران، كنت اكني بغني القران. ربنا قال تغنوا بالقران. بعد كده لما كبرت بقى بدات ان انا اسمع اغاني، والموضوع بقى قلب فن من القران. طب بالنسبه بقى لما بدات قلبت الفن، حبيت بقى تسمعي لمين من العظماء بتوعنا او مدارس الغناء القديم؟ بحب طبعا ست ام كلثوم، فنانه عظيمه وفنانه قدام العالم كله طبعا، محدش يقدر يتكلم. فنانه ورده، الاستاذ عبد الحليم حافظ، استاذ محمد رشدي. طب لو حبينا تسمعينا بقى حاجه من المدارس دول، تسمعينا ايه؟ لو حبيت اسمعك، بس ممكن اسمعك بقى من الاجيال الجديده، يعني يعتبر اجيال جديده بالنسبه لام كلثوم وعبد الحليم حافظ. اي حاجه مفيش مشكله. ممكن اسمعك حاجه للفنانه شيرين او اصاله. مفيش اي مشكله اللي انت حباها. طيب ممكن نسمع اي حاجه انت عايزاها. يعني بحب شيرين جدا بصراحه، يعني هي فنانه بجد برضه. احنا كلنا بنحب شيرين. تمام. في اغنيه ليها جديده اسمها الكدابين. تمام. ممكن اقولها؟ تمام اتفضل. كل ما انسالك كلامك برجع افتكره، في الزمن ده الكدابين اتمكنوا كتروا، في الزمن ده الكدابين ما بقوش بيبتكروا. خلاص ما بقاش وجودك جنب له معنى، رد طيب فين وعودك من اللي ضيعنا. حبي لك كان حلم عمري واتقلب لعنة، شوف حقيقتك عالطبيعة، اعترف خليك شجاع، دي النهاية مش فظيعة، لايقة جدا على الوداع. شوف حقيقتك عالطبيعة، اعترف خليك شجاع، دي النهاية مش فظيعة، ألف شكر على اللي ضاع. هو من شال ذنب مين؟ ايه اللي انا عملته؟ بص بكرة هتبقى فين لو باب انا قفلته.
ظلم حد اكبر حرام بس انت حللته. لما توعد حد تاني بقى افتكر يومها في الحياة حبة معاني نفسي تفهمها. ده اللي زيك عاش أناني حياته حطمها. شوف حقيقتك عالطبيعة، اعترف خليك شجاع، دي النهاية مش فظيعة لايقة جدا عالوداع. شوف حقيقتك عالطبيعة، اعترف خليك شجاع، دي النهاية مش فظيعة. ألف شكر على اللي ضاع. كل ما انسالك كلامك برجع افتكره. في الزمن ده الكدابين اتمكنوا كتروا. في الزمن ده الكدابين ما بقوش بيبتكروا. خلاص ما بقاش وجودك جنبي له معنى. رد طيب فين وعودك من اللي ضيعنا. حبي لك كان حلم عمري واتقلب لعنة. الله عليك يا رب. ما شاء الله، صوت قوي فعلا. ليه سموه بالنسبه للناس اللي سمعت الصوت بتاعك سموك دايما الصوت الجبلي؟ عشان انت بدويه ولا علشان الصوت نفسه قوي؟ مبدئيا اي شخص فينا او اي فنان عامه، مطرب او مطربه، لو قرأ قرآن كتير ده هيقوي صوته. ده رقم واحد. تمام. رقم اتنين بقى بيبقى الصوت يعني برضو اكيد دي حاجه من عند ربنا يعني. الحنجره ما شاء الله. الحنجره بخيرها لسه. مطربة آسيا، أول ما بدأت تظهري كده على الساحة ما حسيتيش بالخوف؟ المواجهة مع الجمهور نفسه ما فيش قلق؟ لا، عمرها ما كان في قلق، لأن أنا بحب الناس جدا ودايما كنت بحس الناس قريبة مني. في مثلا يقول دايما على طول بيقول ده عنده قبول مع الناس، ده قريب من الناس، ما اعرفش كده يعني. تمام. فأنا حاسة إن أنا عندي قبول مع الناس، بحب الناس أكيد هتحبني. أكيد كل الناس بتحب طبعا مطربة آسيا طبعا. الحمد لله. لأنك إنسانة جميلة وإنسانة طيبة وكل الناس بتحبك. أصعب موقف اتعرضت له في خلال المسيرة الفنية بتاعتك؟ موقف هزك؟ موقف هزني وخوفني جدا يعني. الفن دلوقتي مع احترامي لكل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي، رحت أغني في مكان قالوا لي صوتك جميل بس في تعليق. فأنا قلت يا ترى هيعلق في ايه؟ قال لي لبسك. فبصيت لي لبسي، ماله لبسي؟ قال لي يعني فهمت بقى ان انا لازم اعري عشان اشتغل. فده الموقف اللي صدمني بجد، مع احترامي لكل الناس طبعا. تمام. فده الموقف الصعب جدا، لو عريت هشتغل، ما عريتش فانا شغلي محدود عشان كده. لا طبعا الرزق ده بتاع ربنا، بس بالظبط. المفروض اساسا الناس بتفهم غلط، مفكرين ان العري نفسه ده اللي هيجيب الزبون او هيجيب الجسم في الشخص. فربنا يسترها. لو اتكلمنا عن مسلك الاعلى في الغناء الشعبي. في الغناء الشعبي كمطربين فنانين رجاله ممكن، سواء ده او ده عادي. ممكن بقى الاستاذ عدويه، استاذ حسن الاسمر. تمام. انت جايبه نجوم جميله طبعا. طب لو حابين نسمع حد منهم تختار لنا ايه؟ حد منهم في برضو حكيم برضو عنده حاجات طبعا. ممكن نقول حاجة العدوية. نسمع حاجة العدوية من المطربة آسيا. ماشي. بس أنا مش واو يعني، على قدي لسه فاهم. أنت إنسانة جميلة طبعا. ربنا يبارك فيك يا تسلم. ما بلاش اللون ده معانا، راح تتعب قوي ويانا، ولا احنا عشان بنحبك تشتري وتبيع في هوانا. ما بلاش اللون ده معانا معانا، بلاش ده معانا، هتلون ليه ويانا. ما بلاش حركاتك ديا، امبارح كنت معانا سكر في حلاوة طحينية. هتلون ليه ويانا، ما بلاش
وعش حركاتك ديا. امبارح كنت معانا سكر في حلاوة طحينية، حصل مننا أخينا توعدنا ولا بتجينا. حصل مننا أخينا توعدنا ولا بتجينا. بتعدي ولا بتسلم، بتعدي ولا بتسلم، بكرة اللي عطاك يعطينا. ولا احنا عشان مش قدك تشتري وتبيع في هوانا، ولا احنا عشان بنحبك تشتري وتبيع في هوانا. ما بلاش اللون ده معانا معانا معانا، بلاش ده معانا. الله عليك يا نجم، الله عليك، وصوت فعلا قوي. ربنا يوفقك يا رب. بالنسبه للمطربه اسيا، ما بتخضيش فكره ان انت مثلا تمثلي ولا لسه ما جاش الفكره؟ والله لو جات لي فرصه ان انا ادي حاجه كويسه او فن بجد مش هقول لا، بس اتعرض عليا كذا حاجه قبل كده بس حاسه ان هي مش مناسبه معايا بس يعني. ولكن انا بقول الوش نفسه يدي تمثيل، يدي طرب، يدي شعبي. يعني ما شاء الله كاريزما عندك واو، وعندك شويه نشاط. انا شايف ان انت نشيطه يعني ما شاء الله، الحمد لله، ومكسره الهرم ومكسره الفنادق. ربنا يوفقك يا رب. ربنا يخليك. هل بالنسبه للمطربه اسيا لها نوع معين كده او ستايل معين كده بتحبي تأديه ولا بتحبي تقلديه؟ لا ما بحبش اقلد، دايما بحب اقدم الحاجه اللي انا حاساها جدا، تمام. عشان لو قلدت مش هوصل احساسي للناس. تمام. لازم اكون مختلفه، يعني حتى صوتي مقارب لفنانين معروفين. دايما الناس تقول لي صوتك قريب، ما اعرفش نبوسي بعيدي يعني عشان مبقاش صوتي زيها او البس جلابيه زي ما بيقولوا كده. ولكن بحاول ابعد عن النقطه دي، عشان كده دايما بختار الحاجات تبقى مختلفه بس. تمام. طب بالنسبه لو رايك طبعا في برامج الهواه اللي هو مثلا زي ستار اكاديمي او الحاجات دي، هل دي بتضيف للمطرب حاجه ولا؟ هي ممكن تضيف له طبعا، ده برنامج كبير ومعروف جدا ومشهور في جميع الدول، هي تضيف له شهره. تمام. بس الشغل بقى وكده فانا بشوف ان بيبقى يعني صعب شويه، هو برنامج شهره مش اكتر. يعني ده رايي. ده يعني هو يعني انت تقصد ان البرنامج مش ان ده حاجه شو؟ شو وكشهره برضه لصوت. لان في ناس كتير بتتفرج على البرنامج يعني. بالظبط. ايوه. حلم المطربه اسيا ايه؟ حلمي ان انا احقق حلمي. ايه بقى حلمك اللي انت عايزه تحققيه؟ حلمي ان انا بسعى ان انا اكون حاجه كويسه او اقدم فن كويس يكون ليا اسم. يعني مثلا أصالة ما شاء الله فنانه كبيره جدا وكل الناس تعترف بيها. نفسي انا اكون أصالة. شيرين برضه ما شاء الله، نفسي انا اكون شيرين. فانا هحاول ان انا ابقى زي الناس دي. بس الناس دي تعبت جدا وطبعا قابلهم طبعا عوائق وحاجات وحرب الدنيا كلها. بالظبط. وانا باذن الله اكيد هحارب لغايه ما اوصل لهدفي، يا اما اموت احسن. اللي ملوش هدف ملوش رساله في الحياه يبقى ما يعيش احسن. يعني لازم انت كده هتتعبي جدا. لا لازم اتعب عشان اخد الشهاده الكبيره بقى. علاقه المطربه اسيا داخل وسط الفنيين؟ والله كاصدقاء وكده صداقتي محدوده لان انا منطويه على نفسي شويه، ولكن بحب كل الناس والحمد لله رب العالمين. يعني برضه الناس بتحبني يعني. ده الحب ده من عند ربنا طبعا. الحمد لله. لو رجعنا بقى شويه الموضوع ده وقلنا ايه رايك بقى في المطربين اللي بيحاربوا بعض؟ بيحاربوا هم الخسرانين قدام ربنا وقدام الناس، لان محدش بياخد رزق حد. بس ده خلاص القول. خلاص القول. بتقيم الوضع الحالي في مصر ازاي؟ بالنسبه اللي شايفه الوسط الفني او الطرب في مصر ازاي دلوقتي؟ الوسط الفني بالنسبه للطرب مع احترامي لكل الناس، يعني الطرب يكاد يكون مش موجود، لانه بقى النسبه ضعيفه جدا يعني هو في طرب بس ضعيف جدا. قصدك ان المهرجانات هي المستحوذه على الموضوع مثلا؟ مش بشرط المهرجانات برضه، عشان يمكن المهرجان ده لون مختلف ملوش دعوه بالطرب خالص، ده لون تاني، ولكن الاذواق اختلفت. بقى كله يسمع مهرجانات، بقى كله يسمع خبط ورزم، مش عايزين نغنى طرب بجد. طب انت كآسيا لو حد طلب منك تغني مهرجان في وسط مثلا في فندق ما، ممكن اغني مع المهرجان بس اطرب وهو يرد عليا
بالمهرجان، انما اغني مهرجان يعني انت مع المهرجان ولا ضد؟ انا مع ان هو لون مختلف. بس هو مش غنى ولا طرب، هو لون بس، وليه ناس بتسمعه، ليه جمهور كبير جدا. يعني انت شايفه ان هو ممكن ينجح؟ مش هيكمل. يعني لا مش هيستمر. لا قصدك ان ديت مثلا ظاهره شويه؟ ظاهره هو لون مختلف، ظاهره وهتعدي. ممكن يكون كمان رزق للناس بتاعت المهرجان، والله اعلم. اكيد طبعا يعني بالظبط، ده ربنا يقسم الرزق طبعا. طب لو قلنا طبعا اخر اعمال المطربه اسيا ايه؟ والله بحضر حاجه دلوقتي باذن الله تكون محترمه وتعجب كل الناس، واللي فيه الخير ربنا يقدمه. يا مساء الخير. يعني قدمت، يعني خلاص جهزت العمل بتاعك ولا لسه؟ جهزت ان شاء الله، بس لسه فاضل هنصور وكده. ربنا يوفقك يا رب. لو حبت المطربه اسيا تقدم رساله شكر لاي شخص ما، تقدم رساله شكر لمين؟ والله في ناس كتير انا حابه اشكرها طبعا، مع احترامي وتقديري لكل الناس اللي وقفت جنبي. بشكرهم جدا بدون ذكر اسماء، بس كل واحد عارف ان هو وقف جنبي في حاجات كتير. انا بشكره جدا جدا، وباذن الله ربنا هيكرمه. بس اول شكر واخره طبعا لوالدي اللي افنى عمره عليا، وجوزي اللي واقف في ظهري. يعني الاثنين دول في الاول وفي الاخر اكتر اثنين جنبي جدا. والدي ربنا يجازيه خير في الدنيا وفي الاخره، فضله عليا الى يوم الدين، ولو قدمت له عمري مش هيكفيه. وجوزي برضو حد محترم جدا، واقف في ظهري وبيشجعني. وكل الناس اللي وقفت جنبي انا بشكرها بدون ذكر اسماء يعني. بس مش هقول اكتر، مش هنطولش عليك بقى. ربنا يبارك لك في والدك وزوجك طبعا. يا رب. طب لو حبينا نسمع حاجه بقى أصالة، سمعني ايه؟ يعني في الكواليس كده كانوا بيقولوا لنا وانت قاعده كده، اول ما جيتي كده عماله تدندني حاجه لأصالة. ماشي. اللي هم بقى سمعوها واعجبوا بيها ايه؟ عاملين له اللي خلته الأصالة، خلته الأصالة. ممكن نقول خنت كم مرة، بس هو عادي. انا بحب غنى أصالة، فانا اغني دي، مش بقول الخاينين ولا حاجة احسن حد يفكر محدش هيسيبها عليها يعني. خنت كم مرة، هتقولي ولا مرة؟ طب اخرج من جواك وشوفك مرة من برا. خنت كم مرة، هتقولي ولا مرة؟ طب اخرج من جواك وشوفك مرة من برا. انت مش قد الامانة، دي الحقيقة ماهيش اهانة. انت مش قد الامانة، دي الحقيقة ماهيش اهانة. السكوت ده دليل الادانة اقوى 100 مرة. خلصت كل الصبر كتر خيري، جرب تعيش الدنيا دي من غيري، وساعتها بس هتعرف ان الفرصة فاتت، ومستحيل ارجع لحد مشاعره ماتت. ولو كلامي كان غلط ليه انت ساكت؟ لو انت جد كنت مخلص ليا قولها لي. ريحني مرة واحدة بس وجاوب على سؤالي. خنت كم مرة، هتقولي ولا مرة؟ طب اخرج من جواك وشوفك مرة من برا.
بعد خنت كم مرة ما شاء الله عليك. وكل واحد ياخد المثل لنفسه مالناش دعوة. قبل ما بنختم حلقتنا معاكي تقولي كلمة لبرنامج شارع النجوم. بقول لبرنامج شارع النجوم أنا مبسوطة جدا جدا إن أنا وسط أسرة برنامج شارع النجوم النهاردة، وده شرف ليا إلى آخر يوم في حياتي إن أنا قعدت مع الدكتور عطية. طبعا يعني مش أي حد طبعا يعني إن هو يقعد مع حضرتك، ده شرف ليا طبعا. وبقول ربنا يوفقك، وبإذن الله البرنامج ده يكسر الدنيا وربنا يوفقك بيكي وأحلى برنامج شارع النجوم. ربنا يخليك يا رب. لو حبينا بقى نختم حلقتنا برسالة في حب مصر. حب مصر. أتمنى تكون بلدنا دايما في سلام ودايما في هدوء، وربنا يرضى عننا كلنا، وبإذن الله مصر محروسة حتى ذكرت في القرآن، فيكفي إن ربنا ذكرها في القرآن. بإذن الله مصر أم الدنيا، وبإذن الله أم الخير، وكمان أم الفن. طبعا الفن دايما بيطلع من مصر. في أي حاجة عايزة تضيفيها أو ما سألناش؟ أي حاجة عايزة أضيفها أو ما سألناش؟ ممكن بقى أكلم الناس اللي بتسمعنا. طبعا اتفضل. بطلب من كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي أو شايفانا أنا والدكتور عطية إن هي تدعي لنا وتتمنى لنا كل خير. دي رسالتي لكم، بس أتمنى بس مش أكتر. ربنا يخليك يا رب. طبعا نورتينا وشرفتينا في قناة الملتقى العربي وبرنامج شارع النجوم، ونتمنى بإذن الله لما تعملي الكليب الجديد بإذن الله يكون لنا حصري نحن نتكلم عن الكليب إن شاء الله بإذن الله. نورتينا ليك. ربنا يخليك، الشرف لينا والله. ربنا يخليك يا رب. وبكده تكون انتهت حلقتنا، وانتظرونا في حلقات قادمة، وتصبحوا على خير.